يا جماعة الخير، انتوا ليه بتعملوا اختبارات وتتعبوا الولاد ونوديهم ونقعد ندفع في مبالغ ممكن تكون كبيرة ونعمل اختبارات وندخل في الدايرة دي اللي كتير كمان بالذات من الأبهات بيقولوا إنها نفتح على نفسنا الفتحة دي ليه، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. طبعا فايدة الاختبارات هي أول حاجة وأهم حاجة، هو إن إحنا كأهل بنعرف أولادنا أحسن، فنقدر بالتالي إن إحنا ما نطلبش منهم طلبات فوق مقدرتهم، لأن ده هيخليهم محبطين جدا، ولا كمان على فكرة نطلب منهم طلبات أقل من مقدرتهم، فبالتالي برضه يحبطوا، يحسوا إن هو يعني انا ليه بيطلب مني طلبات، يعني سوري يا جماعه بالسخافه دي. فان انا اعرف مستوى ابني الحقيقي، مستواه في الذكاء، مستواه كمان او قدرته على ان هو بيقدر يتعلم ازاي، هل سمعي هل بصري هل حركي، ونقدر نعمل معاه ايه علشان يقدر ان هو يفهمنا باحسن طريقه، ويكون بيننا طريقة جيدة في التواصل. فايدة الاختبارات كمان ان في وقت زي الوقت اللي احنا فيه الصيف ده، نقدر ان احنا طب خلاص احنا زنقة المدرسة وزي ما بنقول كده الضغط بتاعت مدرسة وتمارين والكلام ده كله والوقت خفت، وعندنا اليوم طويل، عندنا وقت نعمل فيه حاجة. طيب تعالوا نشوف بقى كنا مضغوطين في ايه. يعني كان مضغوط في الحساب، طيب هل الحل ان انا افضل اجيب مدرس حساب زي ما انا كنت بجيب قبل كده، ولا الحل ان انا اعمل اختبار اشوف بيه انا مشكلتي فين بالظبط في الحساب؟ ليه كل سنة انا محتاج مدرس حساب؟ ليه كل سنة بنجح بالعافية في الحساب؟ او كذلك في القراءة، ليه كل سنة انا متعثر في القراءة؟ ليه كل سنة انا عندي مشكلة في القراءة؟ ليه كل سنة انا ببتدي السنة بان المدرسة تشتكي مني وبعدين في اخر السنة خالص يقولوا برافو ده الولد تقدم بطريقة هايلة جدا، ونبتدي السنة الجاية بنفس الطريقة. طيب ليه نعمل كل ده واحنا عندنا وقت دلوقتي ان احنا نقدر نعمل اختبارات نشوف احنا مشكلتي فين في القراءة بالظبط؟ هل انا عندي كمان مشكلة قراءة، ولا هي كلها الموضوع موضوع ان انا اتمرن؟ فوقت الصيف مهم جدا، ومن الاوقات اللي احنا محتاجين نستغلها جدا في ان احنا لو نقدر نعمل الاختبارات لاولادنا، نشوف المشكله فين. كلامه مش كويس، مش بيمسك القلم بطريقه كويسه، كل الكلام ده كله ممكن يتعمل له اختبارات بحيث ان احنا نقدر نشوف مشكلتنا فين، نشتغل عليها، بذلك نبتدي السنه الدراسيه الجديده في شهر 9 اللي هي كمان كام شهر في نقطه تانية او في نقطه اعلى من النقطة اللي انا سبت منها المدرسة.